الواقعة اللي هحكي عنها النهارده هي واقعة فعلا تثبت لك قد ايه ان مش اي حد تديله الثقة الكاملة، ومش اي حد تشوفه لابس كده وابن ناس يبقى ابن ناس. هو ايه الكلام اللي بقوله ده؟ طب يلا بينا عشان ادخلك في التفاصيل اللي هتثبت لك كلامي. وقبل اي حاجة بتمنى من حضرتك انك تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويسمعه، ولو مش متابعني هيزيدني شرف من حضرتك تدوس علامة زي تحت صورتي عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية. ويلا بينا مع بعض نبدأ. ايه الحكاية يا سيدي كده؟ هرجع بيكم بس يعني بالزمن كده سنتين ورا، في سنة 2022 وتحديدا كان يوم 14 ابريل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان القصة بدأت ان في قصة حب نشأت ما بين بسام وحبيبة اللي قدامكم في الصورة دول. بسام وحبيبة بيحبوا بعض من ايام الطفولة، من ايام المدرسة وهم صغيرين، وبعد كده طبعا كبروا وحبوا بعض اكتر وكانوا مع بعض في الجامعة البريطانية. طبعا بعد الحب لازم يكون في ارتباط، يعني حاجة تربط ما بين الاتنين، فقرر ان هو يروح يخطبها. وكانت الحياة جميلة جدا، والكلام ده كان في مدينة الرحاب. ابوها طبعا وافق ورحب ومفيش مشكلة، لحد ما اكتشف بسام حاجة غيرت حياته خالص، او تقدر تقول كده كانت سبب في وفاته. بسام اكتشف ان يعني حماه اللي هو ابو حبيبة اللي هو اسمه اشرف او اشرف حامد، ان هو راجل مزور وعليه كمان جرائم نصب كتير. فطبعا بدأ ان هو يهدده ويقول ان هو هيبلغ الاجهزه الامنيه ولازم ان هو يسلم نفسه. لكن طبعا الكلام ده ما عجبش الحاج اشرف. انت بتهددني؟ طيب. وطبعا حصلت ما بينهم مشادة كلاميه وحاجات كتير كده، بس هو مش عارف يعمل ايه معاه، وطبعا بدأ يقلق اكتر منه. فقرر ان هو يستأجر شقة، لانه يعني طبعا هو صاحب مكتب مقاولات، وطبعا قرر ان هو يستأجر شقة في مدينة الرحاب برضه. بس كانت الوصلة ما بينهم حبيبة اللي بقول لك مش اي حد تثق فيه. يعني شوف، حب اكتر من 7 سنين و 8 سنين حب وبنت ناس. لا، حبيبة اشتركت مع باباها و5 كمان من صحاب باباها. جابوا بسام في الشقة المستأجرة دي، قالت له تعالى بابا عايزك عشان تصلحوا العلاقات ما بينكم وما بين بعض، وان هو هيعمل اللي انت عايزه. وبالفعل خدته واستدرجته لحد ما وصلته لابوها، اللي طبعا استقبله هو وال5 التانيين، وكانوا مجهزين نفسهم في الشقه ديت. حفروا حفره كبيره كده في المطبخ اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وبعد كده طبعا وحطوا فيها. لكن طبعا الموضوع ده كله اتكشف والجريمه اتكشفت، والمباحث الامنيه او الاجهزه الامنيه طبعا كشفت الموضوع كله وتم القبض عليه. ومن يوميها طبعا هو مقدم طعن هو وبنته. لكن إرادة ربنا وعدل ربنا فوق كل شيء، لأن أي حد بيغلط لازم يتحاسب. فطبعا المحكمة قضت إن هو خلاص لازم ياخد إعدام، وبنته لازم تاخد مؤبد. وده عدل ربنا. الله يرحم بسام طبعا، أظن كده الحمد لله رجع له حقه، وطبعا أهله أكيد مبسوطين بالكلام ده. فربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه. ومش أي حد تشوفه قدام منك تثق فيه وتديله الأمان، حتى لو الشخص ده شخص انت شايفه ان هو ابن ناس او قدام منك حاجة واو مفيش منه اتنين. مش اي حد تديله الثقة. سلام.